مش عيب بقى ولا ايه؟ مش كنا قلنا قبل كده ان جودة الصوت من اهم العوامل اللي بتساعد في نجاح الفيديوهات، وان المشاهد ممكن يسامحك عادي جدا لو جودة الصورة مش احسن حاجة، هيقول انك لسه في الاول ومع الوقت هتطور من نفسك. انما استحالة يسامحك لو جودة الصوت فيها مشكلة، لانه مش مجبر خالص انه يسمع فيديو الصوت بتاعه فيه زنة فيه وش، وده للاسف بيسبب ملل للمشاهد. في ناس كتير كتبت لي في التعليقات ان عندها مشاكل في القناة بتاعتها، وانا بالفعل دخلت على القناة بتاعتهم واحدة واحدة، وبنسبة كبيرة اول حاجة بلاحظها ان في مشكلة اساسا في الصوت. اول حاجة الفيديو معمول من الموبايل، وده مش عيب خالص، بس الفكرة ان في زنة في الصوت، في وش واضح، الصوت بيبقى ضعيف او بعيد، وده معناه انك خدت الفيديو زي ما هو من الموبايل، يا دوب عملت شويه قصقصه ورفعته على طول، ودي حاجه اليوتيوب ما بيحبهاش خالص. وانا ما كانش ينفع اقول لك في التعليقات ظبط الصوت وخلاص، اكيد هيبقى في حقي. عشان كده انا النهارده قررت اعمل الفيديو ده عشان اعرفك ازاي تظبط الصوت بتاعك وتطلعه بشكل احترافي حتى لو مسجل الفيديو من الموبايل بتاعك. بس ملحوظه كده، الطريقه بتاعت النهارده هتبقى خاصه بالكمبيوتر، هيبقى في فيديو تاني خاص بالموبايل. تاني ملحوظه، الاعدادات اللي هنقولها دي هتنفع على المايك الاحترافي وتنفع على المايك بتاع الموبايل. تالت ملحوظه، الاعدادات برضو اللي بنقولها دي هتبقى خاصه بالاندور فقط، يعني حضرتك مسجل الفيديو بتاعك في الشقه، قاعد في اوضه قافل على نفسك، وطبعا تبقى قافل اي مروحه، تبقى قافل اي شباك ممكن يسبب تيار هواء، لان ده بيبقى واضح جدا في الصوت. وهيبقى في فيديو تاني بقى خاص بالاوت دور لو انت بتصور في اماكن عامه او في الشارع. فيلا اعمل اللايك والاشتراك ويلا بينا نبدا. البرنامج اللي هنستخدمه النهارده هو برنامج اوداستي، والبرنامج ده من اشهر البرامج في مجال تعديل الصوت. اول حاجه هنعملها هنبدا ان احنا نجيب ملف الصوت بتاعنا، هنجيب من عند فايل نعمل اوبن، ده ملف الصوت. وحاجه مهمه، يا ريت ملف الصوت يعني مفضل ان هو يبقى بصيغه ويف. لو انت هتاخد الصوت اللي متسجل من كاميرا موبايل ده بيكون ويف بشكل تلقائي، انما لو انت هتسجل من موبايل تاني يفضل تخلي الصيغه ويف، لان دي بتظهر لك كل الطبقات وكل الترددات عشان تقدر تعدل عليها بشكل افضل. زي ما احنا شايفين ده كده ملف الصوت بتاعنا، وده انا مسجله من الموبايل، وكنت قاصد ان الموبايل يبقى بعيد عني والصوت بتاعي يبقى منخفض تماما. زي ما احنا شايفين ترددات الصوت ضعيفه جدا، يعني من الاخر عامل لك اقصى ظروف ممكن تحصل عشان اوريك النتيجه الاحترافيه اللي هتقدر توصل لها في الاخر. عايزين نسمع كده مع بعض. وهنشوف ازاي مع بعض نخلي الصوت يطلع بشكل احترافي حتى لو متسجل من الموبايل بتاعك. طيب احنا عندنا دلوقتي اول مشكلة تواجهنا ان الصوت اساسا بعيد. ازاي بقى نظبط حاجة زي كده؟ عشان نحل المشكلة دي هنعمل حاجة اسمها الهاي باس. اي حاجة في الدنيا ليها تردد صوتي معين، البني ادم، الحيوانات، جهاز مثلا شغال، كل حاجة ليها ترددات صوتية معينة حتى في ظروف مختلفة. يعني الانسان وهو بيتكلم في اوضة مقفولة التردد الصوتي بتاعه بيبقى ليه رينج معين، غير مثلا لو بيتكلم في اماكن عامة وبيعلي صوته الترددات الصوتيه بتبقى مختلفه. في الحاله بتاعتنا دلوقتي حضرتك بتصور من الموبايل بتاعك جوه شقتك، فالترددات الصوتيه بتتراوح من 100 ل 200. طب دي هتفيدنا بايه؟ بص يا سيدي، احنا اول حاجه هنعملها هنحدد المقطع الصوتي كله، هنخش على ايفكت، نخش على فلترز، ونخش على حاجه اسمها الهاي باس فلتر. هنا هنديله قيمه التردد الصوتي للانسان وهو بيتكلم في اوضه مقفوله، واحنا زي ما قلنا بتتراوح من 100 ل 200. انا كاتب له هنا 120، يعني انا ما بحبش ان انا اعمل اعدادات اوفر قوي، هي اعدادات بتبقى بسيطه بتبقى لطيفه جدا. وهنعمل ابلاي كده. احنا قلنا للبرنامج الترددات الصوتية اللي في النطاق ده عايزك تبدأ ان انت تبرزها من بقية الخلفية، وزي ما شفنا الترددات الصوتية يا دوب بدأت تظهر شوية. طيب تاني مشكلة عندنا ان الصوت خافت جدا واحنا محتاجين ان احنا نضخمه. دي هنعملها بكل سهولة، هنخش على ايفكت، نخش على الكومبريشن، نعمل كومبريسور من اسمها، دي بتضخم الصوت، ودي الاعدادات اللي في الغالب كلنا بنحتاجها، فممكن تستخدمها زي ما هي. الثري جود هتبقى سالب 18، النويز بتاعك هيبقى سالب 40، الريشيو هتبقى 3:1، الاتاك تايم هتبقى 20 جزء من الثانيه، الريليس تايم هيبقى ثانيه واحده. ونعمل ابلاي. شوف النتيجه، الترددات الصوتيه بتاعتك بدات تبان، الصوت بالفعل اتفخم جدا. بس خلي بالك هتبقى في مشكله تانية هتظهر لنا، عايزين نسمع كده مع بعض. دي كده تجربة لتسجيل الصوت، وهنشوف ازاي مع بعض نخلي الصوت يطلع بشكل احترافي حتى لو متسجل من الموبايل. زي ما احنا سامعين الصوت بتاعي بدأ ان هو يقرب للمايك قوي، وفي نفس الوقت بدأ يبقى فخم ويبقى عالي. بس المشكلة اللي ظهرت معانا ان بقى فيه ضوضاء جامدة قوي في الخلفية، في صوت وش كده وزنة، وعشان نحلها
مفيش اسهل من كده. لو تلاحظ هنا انا في المقطع الصوتي انا سايب جزء فاضي، وسايب ما بين كل جمله في كده جزء فاضي، ودي انا قصدها ليه بقى؟ لان الجزء الفاضي ده الجزء اللي بيبان فيه الوش او الزنه بدون اي صوت او كلام مني. فاحنا هنبدا ان احنا نحدد الجزء اللي فيه الزنه او الوش ده، ونخش على ايفكت، وهنخش على تعديل الضوضاء بيبقى اسمه نويز ريموفال، نويز ريدكشن، ونقول له جيت نويز بروفايل. هنا بدأ ان هو يحدد الجزء اللي فيه الوش. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نبدأ نحدد بقى المقطع كله، ونخش على ايفكت، نويز ريموفال، نويز ريدكشن، نبدأ بقى نخش في الجزء اللي تحت اللي هي الخطوة التانية. احنا عملنا الخطوة الاولى حددنا له الجزء بس اللي فيه الوش، الخطوة التانية هنقول له بقى الجزء اللي فيه الوش ده عايزك ان انت تقضي عليه تماما من بقية المقطع الصوتي. والاعدادات اللي بنستخدمها هنا، تاني حاجة السنسيتيفيتي دي بتبقى 6، الفريكوينسي بتبقى 3، لكن اول واحده بقى النويز ريدكشن دي اللي بتختلف ما بين الموبايل وما بين المايك الاحترافي. لو انت بتسجل من الموبايل بتاعك هتبقى حوالي 16 او 17، لان المايك بتاع الموبايل بيشد اي ترددات صوتيه ملهاش اي 60 لازمه، حتى لو صوت ثلاجه شغاله جنبك. انما لو مايك احترافي بتبقى حوالي 12 13 بالكتير قوي، وبتبقى النتيجه ممتازه. فنعمل اوكي، نبدا بقى نسمع مع بعض. دي كده تجربة لتسجيل الصوت، وهنشوف ازاي مع بعض نخلي الصوت يطلع بشكل احترافي حتى لو متسجل من الموبايل بتاعك. زي ما احنا سامعين الضوضاء اللي في الخلفية انتهت تماما، صوت الوش اللي كان موجود انتهى، والصوت بقى عالي واضح وفخم. لغايه هنا انت تقدر تستخدم الصوت بتاعك ومفيش اي غبار عليه. لكن بالمره ما دام احنا فاتحين البرنامج الممتاز ده، ايه المشكله نعمل لمسه احترافيه؟ احنا هنا هنضيف فلتر على الصوت يخلي الصوت دافي شويه ويبان ان هو رصين بالصوت. وده هنعمله ازاي بقى؟ هنخش على افكت، بس هنحدد الاول المقطع الصوتي، نخش على افكت ونخش على اي كيو اند فلترز، فلتر كيرف اي كيو، وهنا في بريسيتس جاهزه نخش عليها، فاكتوري بريسيتس. عندنا اكتر اتنين بنستخدمهم البيز بوست والتريبل بوست. الفرق ما بينهم البيز بوست ده، البيز ده بيبقى فيه زي صوت دبه، وده بيخلي الصوت فخم جدا وبيبقى فيه دفى في الصوت. انما بقى التريبل بوست ده اللي مهندسين الصوت بيقولوا عليه صوت السكسكه، اللي هو حرف السين بيبقى واضح جدا، وده انت ممكن تسمعه في الموسيقى في اغلب الاحيان. فانت هتختار الاريح ليك والانسب ليك للمحتوى بتاعك. انا هنا هستخدم بيز بوست، نعمل ابلاي. زي ما احنا شايفين ترددات الصوت اختلفت، نسمع كده. دي كده تجربة لتسجيل الصوت، وهنشوف ازاي مع بعض الصوت بقى فيه دبة وبقى فيه دفى شوية، ودي زي ما احنا قلنا لمسات احترافية اضافية من عندنا. طيب اخر خطوتين بقى هنعملهم، ودول ضروري جدا انك تعملهم. تخش على افكت، تخش على كومبريشن، تعمل نورمالايز دي فايدتها ان احنا بعد ما عملنا تعديلات الصوت بتاعتنا، الصوت ممكن يبان ان هو مش طبيعي قوي، او الصوت ممكن يبان ان هو معدني شويه. فانا هنا في القائمه بتاعت نورمالايز انا بقول للبرنامج ابدا انك تفرش لي طبقات الصوت والتعديلات اللي احنا عملناها دي على بعضها، بحيث النتيجه في الاخر تبان انها طبيعيه. فمن اسمها نورمالايز، يعني خلي الصوت طبيعي. وانا هنا القيمه بتاعتي هعملها -1، وزي ما قلنا ما بحبش اعلي قوي او التعديلات بتاعتي تبقى اوفر قوي. فنعمل ابلاي. زي ما احنا شفنا الترددات الصوتيه بدا ان هو يحجمها شويه. الخطوه الثانيه والاخيره ان احنا نعمل ليميتر، برضو من الكومبريشن نختار ليميتر، وضروري نبقى محددين المقطع الصوتي كامل بدبل كليك. الليميتر ده بقى وظيفته ان هو يبدا ان هو يحدد لي نطاق الصوت بتاعي في نطاق معين. غصب عنك وانت بتتكلم الاحبال الصوتيه بتاعتك ممكن يبقى فيها حشرجه شويه، ممكن الصوت يبقى فيه شويه نشاز، حتى وانت مش واخد بالك ممكن تلاقي كده طبقات الصوت عليت او وطيت قوي غصب عنك، ما هو انت مش تامر حسني يعني. فانا هنا من القائمه ديت بقول له حدد لي الصوت في النطاق ده. فهنختار هارد ليميت، ونختار القيمه بتاعتنا ليميت تو -1، ونعمل ابلاي. كده احنا خلصنا التعديلات بتاعتنا. عايزين بقى نسمع كده. دي كده تجربة لتسجيل الصوت، وهنشوف ازاي مع بعض نخلي الصوت يطلع بشكل احترافي حتى لو متسجل من الموبايل بتاعك. افكرك بقى عشان لو كنت نسيت، نرجع بقى للمقطع الصوتي الاولاني بدون اي تعديلات تماما، ونبدأ بقى نسمع. دي كده تجربة لتسجيل الصوت،
وهنشوف ازاي مع بعض نخلي الصوت يطلع. اظن واضح جدا. نخش بقى تاني على المقطع اللي احنا عملنا له تعديلات، ونعمل بقى خلاص اكسبورت، او ان احنا نصدر المقطع بتاعنا بعد ما خلصنا تعديلات من فايل، نعمل اكسبورت، ونعمل اكسبورت از ويف او ممكن ام بي 3. هو الويف بيبقى اكبر شويه في الحجم، بس يعني هو بيبين الترددات بتاعه الصوت وبيبقى افضل شويه. بس لو الحجم فيه مشكله بالنسبه لك مفيش مشكله انك تعمله ام بي 3. اظن عيب قوي بعد كده انك تعمل فيديوهات الصوت بتاعها مضروب بالنار. وقبل ما تسال على اي مشكله في الخوارزميه او تعديلات على القناه بتاعتك، على الاقل في الاول ادي اليوتيوب الماتيريال بتاعتك تبقى نظيفه، الصوت بتاعك يبقى محترم. فبعد كده اللي هيطلب مني ان انا اشوف القناه بتاعته ولا عنده مشاكل كبيره في الصوت، انا مش عارف. انا سلام.